النهاردة هنتكلم عن قديس قصته غريبة شوية. كان بيصطاد الوحوش وبيعلق راسهم على شجرة في وسط المدينة. هو القديس جيرمانوس، كان أب لكنيسة إنجلترا وأيرلندا، ورجع ليها قوتها بعد الاضطهاد الروماني. واتولد قديسنا في أوسير في فرنسا، تقريبا كان سنة 378. ودرس في روما القانون، وهناك اشتغل محامي، واتجوز من امرأة اسمها استوكيا. وبعدها رجع بلاده، وهناك اختاروا أونرويوس ابن الملك سؤديسيوس الكبير، وخلاه قاضي في مدينة أوسير. وهناك من كتر أعماله الكويسة الناس حبوه جدا. وكان الحاكم جرمانوس بيحب الصيد جدا، وكان كل لما بيصطاد وحش كان بيروح يعلق راسه على شجرة قديمة في نص المدينة. بس كان يقصد بالحركة دي اعتزازه وحبه للصيد وافتخاره بأنه هو قادر على صيد الوحوش. لكن في الوقت ده كان في بعض من الوثنيين كانوا بيعملوا كده بالظبط، بس هما كانوا بيعملوا كده بغرض ممارسة العبادة الوثنية. وقابله الأسقف أماتور واتكلم معاه عن إن اللي بيعمله ده غلط كبير جدا، بس عشقه وحبه للصيد خلاه يسد ودانه عن اللي بيقولهوله الأسقف. وبعدها الموضوع اتطور معاه جدا، وجه في يوم راح يصطاد زي عادته، راح أمر الأسقف بإن هم يقطعوا الشجرة. ولما رجع القديس جرمانوس لقى الشجرة مقطوعة فغضب جدا، وراح هدد الأسقف بالقتل. لكن الأسقف أماتور كان عارف طيبة قلب جرمانوس، وإنه بعد كده هيفهم قصده، وإنه مش قصده إن هو يمنعه عن هواية الصيد، وإنه كان بيمنعه من إنه يعلق رؤوس الوحوش على الشجرة. وبعدها راح هرب الأسقف أماتور لمدينة أوتون، ولجأ هناك لأسقفها، وهناك أخد خلوته مع ربنا، وقعد فترة طويلة جدا بيصلي ليل ونهار من أجل الحاكم، مش عشان ربنا يخلصه من إيد جرمانوس، لأ، ده علشان خلاص الحاكم. وشاف الأسقف ساعتها رؤية غريبة جدا، لقى فيها القديس جرمانوس ماسك الأسقفية من بعده. ولما اتأكد من الرؤية فرح جدا ورجع لبلده، وهو سعيد جدا من عمل ربنا. وقابله رجال الإكليروس بكرم كبير جدا وفرح، وكان معاهم الحاكم اللي كان خلاص غضبه هدي. وزعل جدا ان اماتور ساب الاسقفية، وقال اماتور للإكليروس: انا هقول لكم على خبر سماوي مفرح جدا هيفرح قلوبكم. انا شفت رؤية وعرفت فيها ان قلب جرمانوس زي قلب ربنا بالظبط، وان هو هيكون خليفتي وبعدي في الاسقفية. فاندهشوا الناس جدا من اللي قاله الاسقف، وصلى الاسقف على راس الحاكم اللي هو القديس جرمانوس ورسمه كاهن. والناس كلها كانت متحيرة جدا من اللي بيحصل. اما القديس جرمانوس كانت الدموع نازلة من عينيه، وكان ساكت خالص. ورجع للبيت وحكى لزوجته عن اللي حصل، فشكرت وسبحت ربنا جدا وانفصلت عنه عشان يعيش حياة البتولية. وبعد فترة صغيرة اتنيح الأسقف أماتور، واختاروا الحاكم الكاهن جرمانوس أسقف، والكلام ده كان سنة 418. وساعتها حس بالمسؤولية الكبيرة اللي عليه، وساب كل حاجة ليها علاقة بالماديات، وبقى يستضيف الغرباء ويغسل رجل الفقراء ويأكلهم. وكان بيفضل دايما صايم. وبنى دير قريب من المدينة على اسم قزمان ودميان القديسين، ورمم كل كنايس المدينة. وبعدها بقى يمنع نفسه عن الأكل، وبالأخص أكل عيش القمح، وكان بيطحن الشعير ويعجنه بنفسه، ومنع استخدام الزيت، واختار لبس رخيص جدا. وكان دايما يقول إن الأسقف لازم يعمل اعتبار للناس مش اعتبار لللبس الغالي. وكان بيوزع هدومه كلها على الفقراء. وفي الوقت ده كانت الكنيسة في انجلترا بتعاني من بدعة ظهرت هناك، وهي بدعة بيلاجيوس، اللي أنكر الخطية الجدية وأهمية عمل النعمة لخلاص الإنسان. واختير القديس جرمانوس مع القديس لوباس إنهم يروحوا هناك سنة 429 عشان يقاوموا البدعة دي. وبعد معاناة كبيرة في السفر وصلوا هناك وتعرفوا جدا، وتعرفوا أكتر بمعجزاتهم، وثبتوا الناس على إيمانهم، وخلوا كتير جدا من الهراطقة يرجعوا للإيمان السليم. وبعد لما خلصوا مهمتهم رجع كل واحد منهم لمكان خدمته. وقدسنا من إشفاقه على شعبه كلم الحاكم اللي عمل معجزة مع زوجته وشفاها من مرضها، طلب إن هو يعفي الناس من الضرايب لأنها كانت كتيرة جدا عليهم. وفعلا وافق الحاكم على طلبه. وفي سنة 440 رجعت بدعة البيلاجية تاني في بريطانيا، وطلبوا من القديس إن هو يروح هناك تاني. وفعلا راح وخلص على كل البدع ورجع الإيمان السليم تاني، وعمل معجزات كتيرة جدا، ورجع كل الهراطقة تاني للإيمان، وقضى على الجهل. وراح عمل هناك معاهد دينية عشان يعلموهم الإيمان السليم. وعشان هو بيحب ربنا جدا
ربنا اداله موهبة ان هو يعمل عجائب ومعجزات في اي مكان يروح. واتحكى واتقال عنه ان اول مرة راح فيها بريطانيا اتعرضت البلد للغزو من الاعداء، فراح اهل البلد دعوه ان هو يجي عندهم ويصلي معاهم عشان يتباركوا منه. وفعلا راح معاهم وصلى، وربنا استجاب ليهم بصلاته. في الوقت ده كمان راح دعا ناس كتيرة غير مؤمنة وامنوا بالمسيح، وتعمد كتير قوي منهم، وبنوا كنيسة واحتفل فيها الجيش كله بعيد القيامة. وبعد العيد كان عايز قديسنا يبعد سفك الدماء، فراح قاد الجيش كله لوادي بين جبلين عاليين جدا، وطلب منهم انه اول ما يعمل لهم اشارة يقولوا هللويا في وقت واحد مع بعض. وفعلا عمل كده، واول ما سمعوا الغزاة صدى الصوت بيرن بين الجبلين افتكروا ان في جيش عظيم بيحاوطهم، راحوا رموا الاسلحة بتاعتهم وطلعوا يجروا وهربوا. واتقال عنه كمان جاله رسول من بريطانيا بيطلب منه باسم الشعب ان هو يشفع فيهم قدام الامبراطور لانهم صاروا ضده، فراح بعت وكيله إيسيسيوس احد قواده العنفاء مع جنوده للانتقام. فراح اسرع الاسقف بالسفر، وهناك قابل القائد وطلب منه ان هو يترفق بالشعب، فراح رفض. راح مسك الاسقف الحصان بتاعه وراح ظبطه، فتعجب القائد جدا من شجاعته وقال له انا مش هنتقم من الشعب، بس انت لازم تروح للإمبراطور وتطلب العفو عن الشعب. وفعلا راح الأسقف لإيطاليا ونزل هناك في بيت كاهن صديق ليه، فقدم له بنت خرصة، فراح دهنها بالزيت، وبعد ما صلى عليها انفتح لسانها وبقيت تتكلم. وهو في طريقه برضه قابل شيخ كان شايل حاجات تقيلة جدا وكان عايز يعدي النهر بيها، ما كانش عارف، فراح قديسنا شال كل اللي معاه وعدى بيهم، ورجع مرة تاني راح شال الشيخ وعدى بيه هو كمان، مع ان القديس جرمانوس في الوقت ده كان كبير في السن جدا وبقى عجوز، وجسده كان ضعيف جدا بسبب تقشفه. واخيرا وصل الاسقف وقابل هناك الاسقف بطرس. كمان استقبله الملك فالنتينيان الثالث والملكة امه بلاسيديا، وقابلوه بكرم شديد جدا، وقبل الملك شفاعة الاسقف وعفى عن اهل بريطانيا. واتقال كمان وهو ماشي جنب السجن الناس صرخت جدا وبقوا يطلبوا منه ان هو يفتقدهم، فالحراس خافوا ان هو يطلب منهم ان هم يفتحوا الابواب، فراحوا قفلوا الابواب وهربوا. بس هو قدر ان هو يفتح الابواب ودخل للمسجونين وقعد يتكلم معاهم وخدمهم، وراح للملك عشان يطلب منه انه يعفى عنهم، وفعلا وافق الملك وعفى عنهم. وبعدها قال للأساقفة اللي معاه ان وقت رحيله خلاص جه، وطلب من الملكة اللي كانت بتهتم بصحته انها تنقل جسده للمدينة بتاعته. وفعلا اتنيح القديس جرمانوس يوم 31 يوليو سنة 448 وكان عمره 70 سنة، وعيده يوم 3 أغسطس. بركة صلوات وشفاعة القديس جرمانوس تكون مع جميعنا أمين. لو أول مرة تسمع سيرته ابعتها لكل الناس، وتابع صفحتي، واستنوني كل يوم بالليل الساعة 8 مع سيرة قديس جديد.